افضل تطبيق يا شباب يقدر يتحكم في الراوتر بتاعك تحكم كامل، سواء راوتر اورنج، فودافون، اتصالات، اي نوع او اي موديل من الراوتر. فالتطبيق اللي انا هعرفك عليه ده وهشرحه لك كمان في الفيديو هيخليك تقدر تتحكم في الراوتر بطريقة سهلة وبسيطة. تقدر تعمل حظر للمستخدمين عندك، تقدر تلغي الحظر بتاعهم، تقدر تعمل اعدادات الواي فاي، تقدر تعمل اعادة تشغيل للراوتر، تقدر تعمل اعادة ضبط مصنع للراوتر اللي هي ريست. تقدر تعمل كل الخطوات ديت بطريقة سهلة وبسيطة. تقدر تعمل حظر للمواقع الإباحية، تقدر تعمل كل حاجة اللي هي من خلال DNS. تابع بس معانا الفيديو. لو لسه ما اشتركتش في القناة ادخل اشترك وفعل زر الجرس، وصدقني اقسم بالله التطبيق ده احترافي. من خلال التطبيق ده هيكون عندك على الموبايل بتاعك، لو قاعد بعيد والراوتر النت عندك ضعيف ممكن تبدأ تعمل ريستارت للراوتر وانت قاعد مكانك، تعمل اعادة تشغيل للراوتر، تقدر تعمل ريست الراوتر، تقدر تعمل اعدادات الراوتر وانت قاعد مكانك وبعيد عن الراوتر من خلال الموبايل بتاعك. تمام؟ فركز معانا للشرح وصدقني هتطلع مستفاد وهتطلع تدعيلي كمان. هو ده يا شباب راوتر شيف زي ما انتم شايفين، هو ده الراوتر شيف، هو ده التطبيق اللي هيخليك تتحكم تحكم كامل في الراوتر، اي نوع بقى من الراوتر اللي عندك. تمام؟ طيب هنحمله ازاي التطبيق ده؟ كل اللي عليك هتدخل على المتجر بلاي وهتكتب راوتر شيف، هيبدأ يظهر معاك، هتبدأ تعمل له تثبيت من خلال متجر بلاي. تمام؟ كل اللي علينا هنفتح التطبيق. بعد كده يا شباب هنختار حاجة اسمها الاعدادات اللي فوق خالص. هنا طبعا احنا بنقدر نختار اللغة اللي احنا عايزينها، عربي او انجليزي ايا كان. هنا بنختار مزود الخدمة اللي هي الشركة اللي احنا تابع عليها، سواء شركة وي، اورنج، فودافون، اتصالات. تمام؟ اوذرز. تمام؟ اي شركة. تمام؟ يعني الراوتر بتاعي لو وي او اورنج او فودافون او اتصالات، انا بالنسبه لي الراوتر بتاعي اورنج فانا محدد على اورنج. تمام؟ هنا بنختار اعدادات الراوتر بقى، موديل الراوتر. تمام؟ هنضغط عليه كده، انت شوف الموديل بتاع الراوتر بتاعك موديل كام. انا بالنسبه لي الراوتر بتاعي موديل H188A، فانا محدد على 188A. بعد كده بقول له قشطه. طبعا هنا جايب لي اعدادات الراوتر، انك تقدر تكتب الباسورد واليوزر نيم اللي في ده الراوتر. هنا صفحة الراوتر، لو انت عايز تبدأ تفتح صفحة الراوتر بيفتح معاك كأنك فاتح من على كمبيوتر او من على جوجل كروم بتاع الموبايل. هنا هنا الأجهزة بتاعة الشبكة، اعرف بيانات جميع الأجهزة المتصلة على الشبكة وكشف اي متطفل او داخل، يعني اي حد متطفل او اي حد على الشبكة بتقدر تعرف الأجهزة من هنا. تمام؟ هنا بتعرف استهلاك النت، هنا بتختبر سرعة النت، هنا بتختبر البنج. تمام؟ اول حاجة هنبدأ نختار اعدادات الراوتر. من اعدادات الراوتر طبعا هتيجي هنا اسم الدخول والرقم السري. ايه هو اسم الدخول والرقم السري؟ اسم الدخول والرقم السري اللي هو اليوزر نيم والباسورد اللي في ظهر الراوتر. هتبدأ تحط اليوزر نيم هنا في اسم الدخول والباسورد اللي هو في الرقم السري، وهتقول يبدأ الاتصال، هتقول له نعم. ممتاز جدا يا شباب. هنا جايب لك اول اختيار اعدادات الواي فاي، هتضغط عليها. تمام؟ هنا الراوتر بتاعي تردد 2.4 وتردد 5 جيجا هرتز، يعني عندي الشبكتين، شبكة 2.4 و5 جيجا هرتز. تمام؟ هنا طبعا جايب لي اسم الشبكة، انا مسمي الشبكة بتاعتي اسمها احمد، فاسم الشبكة احمد. هنا الحالة بقول لك ظاهر ولا مخفية، ظاهر ولا مخفية، بمعنى ان اسم الشبكة ظاهر. طب انا عايز اعمل اخفاء لشبكة الواي فاي، فاحدد كده يبقى انا كده عملت اخفاء لشبكة الواي فاي، ولكن انا خليها ظاهر. تمام؟ هنا الرقم السري اللي هو الباسورد بتاع الواي فاي. تمام؟ هنا الامان محمي او مفتوح. هنا اقصى عدد لا يدعم، يعني انك انت المفروض اقصى عدد اللي مثلا 5 يدخلوا الواي فاي، 6 يدخلوا الواي فاي، بس هو مش مدعم حاليا. بعد كده يا شباب لما تعمل الاعدادات دي كلها بتبدا تضغط على كلمه تطبيق، بيبدا يطبق معاك. تمام؟ تحديث، بيبدا يحدث في الصفحه لو انت حاسس ان فيها حاجه غلط يعني. تمام؟ بعد كده تحديد السرعه هتضغط عليها. هنا طبعا تحديد السرعة اللي هو قوة الواي فاي. قوة الواي فاي بيقدر الواي فاي بتاعك يبث لحد 100 متر، بعد ال 100 متر ما يقدرش يبث. طب انا عايز اخليه يبث 50 متر بس، ببدأ اعمل كده اهو، ببدأ اسحب كده كده، خليته بث 60 متر او مثلا بث 80 متر او بث 100 متر او بث 20 متر، ولكن انا خليها 100 متر اقصى حد 100 متر، فاحنا نخليها 100 متر زي ما هي معمول.
هنا بقول لك سرعة الواي فاي، سرعة الواي فاي غير محدودة، اللي هي مثلا لو الواي فاي بتجيلك السرعة 30 ميجا فهي ال 30 ميجا هيجيلك. طيب انا عايز اقلل الميجات بتاعتي، عايز اخليه من 30 ميجا ل 5 ميجا عشان احافظ على الباقة بتاعتي في الواي فاي. هبدأ احدد كده، هيبدأ يعمل لي 5 ميجا، ولكن انا مش حابب. بعد كده هبدأ اضغط تطبيق. هنا حظر المتصلين، لو ضغطت كده هتلاقي هنا بيقول لك حالة الفلتر تمام. هنا ايقاف، لازم انت هنا تبدأ تعمل تشغيل عشان يبدأ يشغل لك الفلتر كده مفعلة. هنا لو ضغطت على كلمة حظر من الأجهزة المتصلة هيبدأ يجيب لك كل الأجهزة اللي هي متصلة بالواي فاي حاليا. طيب هنا قائمة الحظر لو ضغطت عليها هيقولك لا يوجد اي جهاز في قائمة الحظر، يعني انت ما حظرتش اي جهاز. طب هنا عايز تحظر بالماك، هتبدأ تدخل اسم الجهاز وتدخل الماك ادرس او الرقم التصنيع، هيبدأ وتضغط على الحظر هيبدأ يحظر لك تمام. اما هنا قائمة الحظر الحاجات اللي انت حظرتها والتليفونات اللي حظرتها. انما حظر من الاجهزة المتصلة، يعني هنا لو ضغطت عليها اول خيار ده، لو في 5 اجهزة متصلين هيبقوا ظاهرين قدامك، تبدأ تعمل له بلوك عادي، هتلاقي على علامة البلوك تضغط عليها تمام. بعد كده بيانات الخط، لو انت عايز تشوف بيانات الخط بتاعتك في تشوش الكلام ده. هنا طبعا الاجهزه المتصله، هنا حساب الخدمه، هنا اعدادات متقدمه، هنا طبعا حجب الاباحيه، المواقع الاباحيه اللي هي DNS. طبعا يا شباب التطبيق ده سهل الاستخدام لاي راوتر عندك، بدل صفحه الراوتر المعقده وراوتر بيختلف عن الراوتر، فهي الاعدادات كلها تقدر تعملها سواء اتصالات فودافون اورنج، اي راوتر حتى لو كان الراوتر 4G تقدر تستخدم برضو من خلاله ان شاء الله. ورجعنا لكم المرة التانية يا شباب، وقول لي رأيك في كومنت، التطبيق عجبك ولا ما عجبكش واشتغل معاك كويس؟ لأن في ناس بتقول إن التطبيق ده ممكن ساعات بيشتغل معاهم وساعات ما بيشتغلش، ولكن أنا التطبيق شغال معايا 100%. ولكن ممكن يكون الهاتف بتاعك مثلا ضعيف شوية بيهنج، فما تقلقش من الحاجات ديت. اعمل ريستارت للموبايل بتاعك، اعمل له إعادة تشغيل، وصدقني التطبيق هيشتغل معاك تحفة. نزل التطبيق وقول لي رأيك في كومنت، التطبيق اشتغل معاك 100% ولا 50% ولا 70%؟ التطبيق شغال 100%، تطبيق احترافي وتطبيق جامد جدا. يلا طبعا بقى ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واشوفك في فيديو جديد. سلام.